السلام عليكم، مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم متابعيني؟ إن شاء الله تكونون كلكم بألف خير وصحة وعافية. ورجعت لكم اليوم مثل ما قريتوا بعنوان الفيديو، يوم في بيت أهلي أو روتيني في بيت أهلي. قلت خل أصور لكم، يعني ما مصورت لكم هذا الروتين من أروح لأهلي ومن يعني هناك وأنا ببيت أهلي، شنو الأجواء وشنو وجباتنا وشنو قعداتنا. وأكيد طبعا القعدات ويا الأهل ويا الخوات تختلف غير شكل. فقلت خل أصوركم. وهنا طبخ الوالدة طبعا لا يعلى عليه شيء. هنا هذا مسوية صلصة، هي بصل وطماطة وبهارات وما أعرف حتى يمكن ثوم وياه، اي ويا ثوم. وهنا أنا بعدين من راح ينشف التمن تخليه على التمن، وبعدين التمن يتهدر او يتسكر، شنو تقولون ما اعرف. المهم فغدانا كان سمك مثل ما جاي تشوفون. هذا السمك ما اعرف شنو اسمه صراحة، بس هو يعني طعمه كلش طيب ولحمته من داخل تكون بيضة، اي حتى من برا هو يكون كله شكله ابيض. لحمته طيبة. وهنا فرغت هذه الصلصة، وهسه راح نغطي الجدر وبعدين تشوفون. وهنا أنا أختي هاي العنونة قاعدة تحضر وجبتنا مالت الغدا طبعا، وأنا علي بس أصور، واقفة وأصورهم. أي فسولفونا شنو أخباركم، من تروحون لأهاليتكم، ايش قد تبقون، شنو تسوون، شنو الأجواء اللي تسوونها. هم تطلعون تمشون تتونسون لو بس يعني تروحون تقعدون بالبيت. طبعا احنا مرات حسب، يعني مثلا نروح للسوق ويا امي، عندنا شغلة نقضيها، يعني من اروح أنا لاهلي. فيعني طلعاتنا اقول انا خصة، يعني انا يعني اضوج من اروح لاهلي اطلع مكان، يعني اقول انا رايحة لاهلي اشوفهم، فما اريد يعني اطلع الغير مكان او شي، فابقى يعني بالبيت. اي يعني خواتي يمي، امي يمي، يعني الوالد الوالدة، هذا هو يعني مو إلا نطلع ونتونس خلاص. هي هاي أنا مخصصة هذا اليوم أو هاي الروحة لبيت أهلي، فما أطلع بعد الغير مكان. صراحة أضوج. فأنتم هم هيجي كتبون، أو يعني تسوون طلعات ويا الخوات، تسوون مثلا مول، منتزهات، تطلعون. أكو يعني بنات يطلعون ويا أهاليتهم يسوون سفرات. أي فإحنا هاي السفرات وهذا الطلعات نخصصها إلها يوم. فنخصص لها يوم، إنه مثلا هذا اليوم نطلع أروح عن الأهلي، مثلا هذا اليوم نطلع بيه مثلا زيارة مراقد، أكو عندنا مراقد أو خطوات بالبصرة، نطلع لها. فهاي يعني نخصص لها يوم ونروح، أروح عن الأهلي على مود يعني هذا الزيارة. منو راح للزيارة أو منو بعد ما راح للزيارة كتبولنا، أو منو راح ورجع. أكو ناس راحت ورجعت لزيارة الأربعين، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا لا والله احنا ما رحنا، بس يعني أقاربنا منا ومنا راحوا ورجعوا، يعني أزواج أخواتي راحوا وأخوي راحوا ورجعوا بالسلامة. إن شاء الله جميع الزوار يرجعون بالسلامة. فهاي الزيارة طبعا هي زيارة الإمام الحسين، مو مال يعني خصوصا يعني النساء تعب ومشي، ويعني الطرق قطع من توصلون لكربلاء هناك يصير قطع، فمو كل يعني النساء تقدر، أو مو كل الأطفال، خصوصا الأطفال هواي أشوف أطفال يروحون للزيارة بهذا المناسبة. طبعا هاي المناسبة هي مناسبة عظيمة ومناسبة يعني كبيرة، خصوصا يعني تجيها ناس وزائرين هواي من جميع الدول الإسلامية، فراح يصير هناك ازدحام، كل هالناس تعرف وتشوف شنو زيارة الأربعين. خصوصا الأطفال خطية بهذا الموسم تاخذوهم للزيارة، يعني تعب مشقة. فيعني النساء بالله يعني هم يعني يردون يروحون يزورون، بس الأطفال خطية. أشوف يعني هواي أطفال يمشون بالعرباين يمشوهم، خصوصا يعني هذا الوقت هسه صيف وحار. ف
يعني ما أشوف مناسب إنه الأطفال يروحون للزيارة بهيجي موسم. خذوهم بموسم يعني مثلا مو زيارة ولا موسم مثلا أربعينية أو شي، لا، أيام عادية. فهذا الوقت يعني خطية، مو الزيارة للأطفال كلش يعني متعبة. وهنا مثل ما جاي تشوفون تنظيفاتنا خلصت، والغدا وغسل الماعين أكيد. وهنا أختي بدأت تجلف هذا شو اسمه البهارات، زيت البهارات، وكملت. هاي الظهرية طبعا خطية يعني تتعب بالمطبخ. وهذا التمر مثل ما شفتوه هذا منقعينه للزردة بعدين، يعني تشوفون اسوي لهم زردة. كلش يحبون الزردة مالتي، واختي فدائما تقلي من اروح لهم نسوي زردة، اسوي لهم الزردة. واكيد هاي الاجواء كلها تحبها، والنظافة يعني من بعد غسل المواعين او من بعد التنظيف يعني عامة، فاكيد لازم نشغل بخور، والمكان والاجواء تصير كلش حلوة ومريحة. اكيد كل ام بيت تحب هاي الاجواء، او يعني كل بنية تنظف البيت فتحب هيجي اجواء. هنا أنا من بعد الغدا وتنظيف المطبخ والغدا، قعدت خطية اختي تلف بالدولمة، لان تدري بي احب الدولمة. فسوت لي دولمة يعني من بعد ما خلصت المطبخ والتنظيف. قلت لها مو لازم لا تسوين الدولمة، تعبتي، لا، قالت خلي اسوي لك الدولمة. هنا هي مجمدة هذا ورق العنب، مجمدته وكامل، وسوت حشو بس، وقاعدة تتحشي وطبخت لنا اياها، والطعم كان يجنن مثل ما جاي تشوفون المنظر يشهي. وانا صراحة هسه مشتهيتها مرة ثانية. كلش حلوة الدولمة، يعني طيبة طيبة صراحة. احنا انا اكلها باي وقت، اي وقت اكل دولمة، عشاء غدا، لو حتى بريك تحطون اياها عادي اكلها. وهنا سهرتنا بالليل كانت ويا الأطفال ويا خالاتهم، يتونسون على هاي الفقرة، وأعتقد كل الأطفال يتونسون بهاي الفقرة، وحتى إحنا الكبار صراحة. وإن شاء الله عجبكم الفيديو وما طولت عليكم إن شاء الله، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك، كلش مهم وضروري اللايك والاشتراك حتى تصعد قناتي وأبقى أستمر وياكم. شكرا لكم ولمتابعتكم واللايكاتكم، يا رب تكونون بصحة وأفضل حال. شكرا لكم، ومع ألف ألف سلامة.